الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جمع الحرام على الحلال ليكثره. أتى الحرام على الحلال فبعثره. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. حبيبك النبي صلى عليه. اجعل القواعد والسملات بتاعت حياتك ألا تدخل في جوفك شيء من حرام. لأن سيدنا النبي بيقول يا سادة يا كرام، المال الحرام شقاء في الدنيا، مش بس كده، وعذاب في الآخرة. ولذلك يا ولاد الحلال لما المرحوم ينحط في النعش الألمتان ويودعوا الأهل والزوجة والعيال بيقول ايه؟ بيتكلم بس ما عادش حد بيسمع له. يا اهلي ويا احبابي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. ولذلك ربنا بيقول لنا في اخر سورة لقمان بعد ما تصلي على حبيب القلب والوجدان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مش تنغر. صاحبنا بيقول ايه بس مش حد سمع ليه. يا اهلي ويا احبابي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. بعد ما يغسلوه ويكفنوه والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت لكم المال من حلاله ومن حرامه تتمتعون به وحسابه علي. اوعى تقول ان شاء الله العمل بالخواتيم وحروح حجة محترمة. وسيدنا النبي اللي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. طالما مصيت دم الناس وقطعت الارحام وكلت الميراث، الحج كفارة لصغائر الذنوب وكفارة للذنوب اللي بينك وبين علام الغيوب. اما اكل اموال الناس بالباطل لا يمحوها الحج يا حبوب. ما تصلي على من اسمه على باب الجنة مكتوب. سيدنا علي بن ابي طالب ماشي كده فليجي فيلسوف عصره واوانه استاذ محمد النجار عايزك تصلي على من العقل من حسنه قد احتار. ما هو كل واحد بيحلل لنفسه ويقول ايه؟ قليل من الماء يطهرها. سيدنا علي بن ابي طالب لقي اللص راح سريجة ومشي، وسيدنا علي بن ابي طالب ماشي وراه. فلقي اللص بعد ما سرق تصدق بما سرق. عمل ايه؟ سرق السريجة ولقي واحد مسكين وراح مديله الحاجة اللي سرقها. فقال له سيدنا علي بن ابي طالب: ماذا فعلت يرحمك الله؟
اني معاك على الختم الاول بتابعك، انت بتعمل ايه؟ فقال يا امير المؤمنين سرقتها فكتبت علي سيئة. وربنا بيقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. وتصدقت بها فكتبت لي حسنة، لان الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يبقى اخصم سيئة من 10 حسنات، يبقى انا كسبت كده 9 حسنات. فسيدنا علي بين له وقال سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم يقبلها الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. على مدار السنة ممكن ترتشي ومن ربك مش تختشي، وممكن تكون قطع رحم او وكل ميراث او جاير على الشارع يا ابو حسن بارع، او تيجي تعمل مائدة رمضانية وتقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ده ربنا طيب لا يقبل الا طيبا. صلي معايا على رسول الله. حبيبك النبي كان بيصلي يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فيلاقي واحد من الصحابة واخد بعضه وماشي على طول من غير ما يختم الصلاة او من غير ما يستغفر او من غير ما يطلب من ربنا الستر. لان ربنا بيقول لسيدنا موسى يا موسى سلني في صلاتك ولو على ملح طعامك. اللي نفسك فيه اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. الرجل ده رجل محارب اسمه ابو دجانة. ابو دجانة ده كان من عينة ما يخش المعركة يخلي الاعداء يسيبوا على ارواحهم. كان بيلبس عصابة حمراء، عمة حمراء اسمها عصابة الموت. ومعنى العصابة دي يا قاتل يا مقتول. بتصلي على الرسول. فسيدنا النبي بيقول له يا ابا دجانة اليس لك عند الله حاجة؟ بعد ما تصلي ريح سترك واشكي همك لربك، الله هيفرجها عليك، فإن مع العسر يسرا. العبد مش هيعمل لك حاجة. فقال سيدنا أبو دجانة شارحا لرسول الله سبب ذهابه بعد الصلاة مباشرة، قال له يا رسول الله إن لي جارا يهودية له نخلة تتدلى ثمارها في فناء داري. هكذا قال أبو دجانة لطه صفوة الباري. عنده جار يهودي، والجار اليهودي زرع نخلة، والبلح او التمر اذا عصفت الريح يسقط في بيت مين؟ في بيت سيدنا ابو دجانة. فاذهب لاجمع هذا التمر وارسله الى جاري اليهودي. شوف سماحة الاسلام اهي. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ظلم معاهدا او انتقصه دون وجه حق فانا حجيجه يوم القيامة. مش عشان انت مسلم تظلم المسيحي او تظلم اليهودي او تظلم البوذي او تظلم الكونفوشيوسي. لا، الاسلام دين ماسك ميزان العدل مع الجميع. مش كده ولا ايه؟ سيدنا ابو دجانة بيقول له فوالذي بعثك بالحق لقد اكل ابني تمرة
ذات يوم فاخرجتها باصبعي من حلقه، دخل صبعه كده في زر ابنه وقعد يطلع في التمرة دي، فشق ذلك على الحاضرين وقالوا ما عليك انها تمرة، انت هتطلع روح الولد علشان تمرة، ثم انه يهودي. يعني دي مبرر ان احنا ناخد حاجة المعاهد او المخالف للدين؟ لا، الاسلام دين استقامة. فسمع سيدنا ابو بكر الصديق كلام سيدنا ابو دجانة وهو يقول فقلت لهم ويحكم كيف القى الله يوم القيامة وانا سارق. يعني بيقول ابنه هو اللي كل التمرة، فبيقول ايه؟ يقول انا حجابر ربنا واني سارق ازاي؟ ده ابنه اللي كل التمرة. سيدنا ابو بكر الصديق قاعد وسامع القصة، فذهب الى هذا اليهودي واشترى النخلة واعطاها لسيدنا ابو دجانة. اليهودي طبعا عارف القصة، فجمع اولاده وزوجته وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة لاحظ كده ان سيدنا سعد ابن ابي وقاص اذا مشى المصطفى صاحب الحسن البارع في شارع، مشى سيدنا سعد من شارع اخر. كل ما يلمح سيدنا النبي من بعيد يروح ايه؟ لافف من شارع تاني. فسيدنا النبي مش مختوم، ده سيدنا النبي كان يرى من قفاه كما يرى من الامام، كان بيبص بيشوف من ورا، طه خير الورى. فراح مقابل سيدنا سعد كده وهو عارف هيروح من الشارع هو، وراح ماسكه كده وقال يا سعد ما لك لا تريد ملاقاتنا؟ انت يا سعد مش عايز تشوف سيدنا النبي؟ ده سيدنا النبي كان لما بيمشي في طريق يعرف من هنا مر رسول الله. عشان ايه؟ بيملأ الشارع ده عطر ريحة، كان في الشارع ريحة النبي بتملى الشارع. فراح مقابله كده وماسكه، انت مش عايز تقابلني ليه؟ فقال سيدنا سعد والذي بعثك بالحق يا رسول الله إن يدي كما ترى خشنة من كثرة العمل. ما هو العمل ده علاج للفقر، مش كده ولا ايه؟ ان اشتغلت مش هتحتاج تنام، وعايز تشتري من الشاي تخسس بطنك وتقول ده للدهون اتركمت، وعايز تخس وتشكي من الفقر، مش ينفع. فسيدنا سعد بيقول له ايدي خشنة من كثرة العمل، اخشى ان تصيب يدي يدك فتؤذيها. ايده كانت عامله زي السنفره كده خشنه، بربيجه ورا البربيجه خشنت ايده مشججه كده، تحس انها جلد او انها يعني زي الخشب، مش فيها الطراوه. وكف سيدنا النبي كان الين من الحرير، مش كده ولا ايه؟ كان كف حبيبه النبي لين خالص، تمسكه كده كانك ماسك كيس فيه ميه، الين من الحرير، كف البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي راح رفع ايد سيدنا سعد وقال هذه يد
يحبها الله ويحبها مين؟ رسول الله. سيدنا سعد انتهز الفرصة وقال يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مجاب الدعوة. فقال له امام الدعوة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد عايز دعوة تكتب مجابة؟ اطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من حرام لا يتقبل الله منه عملا 40 يوما. واضرب معايا بعد ما تصلي على من كان في الحسن آية واصحى لنفسك في الايام الجاية. 40 في كام؟ في 9 بكام يا نجار؟ ب360 يعني تقريبا عدد ايام السنة. لو كلت 9 لقم هينشطب عدد ايام السنة الا 5 ايام او 6 ايام يمكن ربنا يرحمنا فيهم. مش كده ولا ايه؟ ولذلك سيدنا سعد كان مجاب الدعوة. فنازعته امرأة في حديقة، جابت شهود زور ونزعت منه الحديقة بحكم محكمة. فسيدنا سعد دعا عليها وقال اللهم اطل عمرها واعمي بصرها. والحديقة دي كان فيها بير فقال واجعله قبرها. قال ايه؟ اللهم اطل عمرها واعمي بصرها واجعل هذا البئر قبرها. طال العمر بهذه السيدة، عاشت عمرا مديدا. فذهب بصرها فقيل لها ما الذي اصابك؟ قالت اصابتني دعوة سعد. اوعى واحد محتاج ويكون صاحب عيال ومش ستره الا الهدوم وعمال يقول يا حي يا قيوم وانت تشطر عليه، لان ربنا بيقول اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا سواي. تاني الحديث بتاع ربنا القاهر فوق عباده. اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا سواي. الست نظرها راح وهي ماشية كده راحت متكربسة في البير. استجاب الله لدعوة مين؟ سيدنا سعد ابن ابي وقاص. نختم النساء. فيه مرة او ست او سيدة تساوي ملء هذه الارض من الرجال. ست تساوي ملء الارض من الرجال. توفي زوجها فقيل لها يا ويحك من يكفل اولادك الايتام؟ من اللي هيكفل اولادك الايتام دول؟ يا ويحك من يسعى على رزقهم؟ فقالت اليكم عني لقد كان زوجي اكالا. زوجي كان بيعمل ايه؟ ما هو اكال وربنا بيرزقه برزقنا احنا. وربي رزاقا. مات الاكال وبقي الرزاق. دي وسجة بربنا سبحانه وتعالى. ست تانية من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا اراد زوجها الانصراف للعمل امسكته من مجامع ثيابه، راحت مسكه منه وقالت له اياك وان تطعمنا من حرام. مش تقول له عايزين سمك وعايزين لحمه وعايزين 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 وتكون يعني عايزة تعين الوقت عليه
وليس هي بمعينة له على الوقت. فتقول له ايه؟ اياك وان تطعمنا حرام، فإنا نصبر على حرارة الجوع ولا نصبر على حر جهنم. لأن سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلي عليه؟ كل لحم كمل نبت من سحت فالنار أولى به. الصراط ده عليه خطاطيف، الطف بنا يا لطيف. الصراط عليه خطاطيف، الطف بينا يا لطيف. خطوف ترك الصلاة يروح نهش في جلده مش فيه هدوء. الطف بنا يا حي يا قيوم. خطاف عق الوالدين، بعد الجسم هيتمزع كده. ربنا يسترها علينا ويتوب علينا توبة نصوحة بحق جاه سيدنا النبي، ولا ايه؟ طيب خطاف اكل الحرام، الطف بنا يا ذا الجلال والإكرام. والله يعني والله مش مستحق دنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فعودها القناعة. نختم بقى الصلاة على سيدنا النبي. صح تاني من صحابة سيدنا النبي كان بيصلي برضه ورا سيدنا النبي، وعند ما سيدنا النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يروح واخد توبه في اسنانه وماشي. سيدنا النبي احنا قلنا كان بيبصر بالقفا، وكان بيقف كده في المحراب وداير وشه للقبلة ويقول استقيموا يرحمكم الله. فيه الصف اعوج بس مش بيبص لورا ومش عنده مرايه قدام، يقوم يقول ايه؟ استقم يا فلان، اعدل الصف يا فلان، خش شويه يا فلان، وهو باصص قدامه كده. يا عم السيد يا ابو سلامه، بعد ما تصلي على شفيع البرايا في يوم القيامه باصص كده، يقوم يقولوا او تبصرنا بقفاك يا رسول الله. انت بتشوفنا من القفا، ما فيش مرايه هنا زي مرايه العربيه، انت بتشوفنا بالقفا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق اني لأبصر من القفا كما ابصر من الامام. الصحابي دي بيروح مسلم وماشي، فسيدنا النبي مسكه وقال اليس لك عند الله حاجة؟ فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق. شوف الرضا، الرضا دي القناعة دي كنز لا يفنى. وهو سيدنا النبي بيقول ايه؟ لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى اخر، ولو ان له واديان لتمنى ثالث، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. فالرجل بيقول ايه لحبيبك النبي بعد ما تصلي عليه؟ بيقول له والذي بعثك بالحق ليس لي انا وزوجتي الا ثوبا واحدا، مش ليه الا جلبية واحدة، واحنا كنا مسكين مقص ايام السمسم نقطع في الهدوم علشان نربط السمسم، وايام الغلة برضه نقطع في الهدوم علشان ايه؟ علشان بتكلم على الوسط اللي موجود. كان فيه ناس يعني الحمد لله احنا مستورين ليوم القيامة بدعوة اهل البيت. سيدة زينب سبتة النبي صلى الله عليه وسلم لما اجت مصر قالت لهم ايه؟ اطعمكم الله كما اطعمتمونا، وآواكم الله كما آويتمونا، ونصركم الله كما نصرتمونا. احنا منصورين الى يوم الدين، احنا خير الاجناد، مش كده ولا ايه؟ وذلك بتزكية خير العباد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
فالرجل بيقول احنا مش قلنا الا جلابية واحدة، فاسرع حتى اخلع هذا الثوب واعطيه لزوجتي حتى تأتي الى مسجدكم فتصلي. يبقى اطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ومن عف نفسه عن الحرام، عن شيء في الحرام، اتاه الله به في الحلال. اسأل الله سبحانه وتعالى ذي الجلال بدعاء المكمل بالكمال: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لفقيدتنا. اللهم اجعل هذه الليلة من اسعد لياليها. اللهم ارفع لها الدرجات وحط عنها الخطيئات وتجاوز عنها السيئات، واحشرنا وإياها في زمرة سيد الوجود والكائنات. اجعل بلادنا أمنا أمانا منصورة إلى يوم الدين. وصلاة وسلاما على إمام الغر المحجلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله سعيكم وغفر الله ذنوبكم.